الخير، معاك دكتور ويك. اولا انا حابب اشكر كل الناس اللي بتعمل سبسكرايب وكل الناس اللي بتتفرج على القناه. من غير دعمكم القناه دي ما كانتش هتوصل في اي حته. بناء على الكومنتس اللي شفتها في اخر فيديو للالبوم الاي بي اللي هو سوتس، والكومنتس كتيره كان عليها لايكس لاغنيه اي سبايس. خلينا نتكلم النهارده عن اي سبايس. كولو من الشباب الجداد اللي في السين السوداني كرابر، وهو عنده تقريبا 18 سنه، ومن رايي ان كولو مستقبله كبير جدا في السين السوداني كرابر. تو دوب بيعرف ازاي ينقي التالنت او المواهب الجديده الموجوده في السين، بما انه عمل فيتشرنج قبل كده مع هايبر في دوما، وبعد كده دلوقتي عمل فيتشرنج مع كولو. تو دوب من الناس اللي بتحاول دايما ان هي تساعد اي تالنتس جديده ومواهب جديده تطلع في السين، وكان نفسه من زمان ان هو اول ما بدا يشق طريقه تو دوب ان كان في حد ياخد بايده ويساعده زي ما هو دلوقتي بيعمل مع التالنتس والمواهب الجديده، وده اللي فعلا بيعمله بنجاح، وفي نفس الوقت بيخلي تو دوب يلمع اكتر ويفكر بره الصندوق في نمط جديد فيوتشرستيك او مستقبلي يطلع بيه من النمط الدريل اللي احنا متعودين عليه، بس برضه لسه محافظ على اسلوبه والستايل بتاعه المعروف بيه في السين كله. اولا خلينا نبدا باسم الاغنيه ليه اسمها اي سبايس؟ محدش يعرف، بس كولو هو الوحيد يمكن اللي يعرف ليه سماها اي سبايس، او يمكن I'm not actually sure why he called it Ice Spice. I even asked him the same question. Kolo is like a younger generation. That generation kind of know how to manipulate the algorithms and, get viral. So I feel like that was a strategic name by him. The amount of time people ask me why Ice Spice, I guess that's why. You get what I'm saying? He named it that so you can ask, so you can it makes you intrigued. Also, there's a little bit of like a Ice Spice sample in the beginning. لمجرد الانترو الموجودة في أول الأغنية اللي بتبدأ بيها اي سبايس، وبتقول أنا لو هعمل collaboration أو لو هعمل featuring مع حد نفسي يكون، وده اللي بدأ بيه الأغنية كولو. الأغنية من برودكشن حسام فايب، وكمان ريكوردد باي مشاكل بيتس، طبعا بيك شاوت اوت مشاكل. أغنية اي سبايس بشكل عام قبل ما نخش في تفاصيل الأغنية بتتكلم عن النجاح والطموح والعزيمة والقوة. هما الاتنين بيتكلموا عن نجاحاتهم والصعوبات اللي واجهوها ان هم يوصلوا للي هم فيه، وبرغم المشاكل اللي بيواجهوها مفيش حاجة هتقف قدامهم عشان يوصلوا اللي هم عايزينه. وعشان كده لو تلاحظ الكلمات اللي في الأغنية دي اللي بتخلي الواحد أو المستمع يركز أكتر في كل الكلمات، ويقدر يمثل الكلمات دي لنفسه أو ينسبها لنفسه، إن هو الشخص ده. المستمع لما يسمع الكلمات دي يحس إنه الشخص ده، وده المطلوب من الأغنية. تعالوا نتكلم عن البيت والميلودي. خليني أعمل تحية لحسام فايب إن هو قدر يفهم دماغ تو دوب وكولو في نفس الوقت. الأغنية معمولة على جيرسي كلاب بيت، وده بيت معروف بالطاقة العالية، واللي عجبني كمان إنه الميكس كان فيه لمسات من الهيفي دريل وفيها بيس تقيل بتدي للأغنية عمق وبتعبر عن صاحبنا تو دوب. الخليط بين التراب والديب دريل والجيرسي بيت عامل مزج جميل جدا في الأغنية كلها، ومديني طاقة وحيوية لكل حد يسمع الأغنية. أنا أحب أنوه عن حاجة بسيطة، لما بعمل فيديوز ولما بعمل ريلز على انستجرام وعلى تيك توك، أنا كل ده بعمله لوحدي، مفيش حد بيساعدني، ما عنديش بروديوسر، ما عنديش اديتور. الموضوع مش سهل بالنسبة لي، بس من حبي لقناتي في يوتيوب وبسبب الميوزك اللي أنا بسمعها يهمني إن أنا أكمل الموضوع ده وأستمر فيه. طبعا لو تعرفوا عن مانجر أو فيديو اديتور بلغوني بيه في الدي امز. تعالوا نخش على الأغنية. If I could collaborate with anyone, I will have to say دي اي سبايس بتقول لو انا اقدر اعمل فيتشرنج مع حد انا لازم اختار واقول وبعد كده اقطع. الود مجنون ليل واد فظيع، خواتم لامعة ستايل اجرامي، فهم الرصة بنقش سريع، سيناريو في راسي تصنيف درامي. كولو صوته قوي وعميق، وده بيناسب نوع المزيكا اللي اختارها حسام، وعشان كده لما قلت الفيوجن اللي ما بين التراب والجيرسي بيت والديب دريل مناسبين جدا لصوته التقيل ومناسبين جدا لتو دوب. الواد ده مجنون، لا الواد ده فظيع. خواتم لمعة ستايل إجرامي، فاهم الرصة بنقش سريع، بيرسم لي صورة لنفسه. كولو بيقدم لي نفسه، يوريني ازاي ان هو شاب فظيع وشاب مجنون، ان هو لابس خواتم بتلمع وواضحة قوي دلالة ان هو شاب متمرد ومش همه حد ومش همه رأي الناس، فاهم هو عايز ايه وفاهم بيعمل ايه وبيتحرك بسرعة، فاهم الرصة وبنقش سريع وعارف طريقه وبيتصرف بحرفية. لا لا واي ما كده يا عنده شغلة خطرت شديد الحدة، سنة سنتين ومسكنا الحتة ضرب حقار
مدوش وتمده حابس لساني قافله مفتاح. الهولد اب او المسكه قبل الريليس او الهيفي دروب زي ما بيعملوها في الاغاني حلوه جدا، خاصه مع الباك جراوند، وينزل الهيفي بيس بالبارات بتاعته ويكملها ويقول سنتين ومسكنا الحته ضرب حجار مدوش وتمده حابس لساني قافله مفتاح. كان اتكلمت بيبقى رايعه مناقش الوهم نومه مرتاح نجوم عليهم الاستفهام ولا حابس لساني قفله مفتاح. كان اتكلمت ببقى رأي عام، لو اتكلم هبقى رأي عام. قاعد ساكت وقافل لساني بمفتاح مش عايز اتكلم، عشان انا لو اتكلمت هفضح في الرأي العام وهتبقى ضجة كبيرة. كلمت بيبقى رايعه مناقش الوهم نومه مرتاح نجوم عليهم الاستفهام ولعين علينا تنارة ما بخنق شينا لو سمعتك اتبسطت انتهينا ودست وراي شمت فعدينا. ناقش الوهم نوم مرتاح ونجوم عليهم ألف استفهام. ناقش الوهم نوم مرتاح يعني هو شايف الوهم وشايف مشاكل اللي بيجيبها الوهم وبيتعامل معاه وهو نايم مرتاح، وبيتجاهل كل الأوهام وبيتجاهل كل المشاكل ومركز في اللي هو عايزه وسايبه من الوهم ومركز في الحقيقة. البار ده بقى عاجبني قوي. نجوم عليهم علامة استفهام، في نجوم حواليهم 1000 علامة استفهام. ازاي بقوا نجوم وليه بقوا نجوم وعشان ايه الناس دي بتسموها نجم وايه الموهبة او التالنت اللي عند الراجل ده او الرابر ده ان هو يبقى نجم. وتخطينا افراك وتعرف فصلنا بشر لقوا فراق وحار بتدي حريف من فوق اغدار بونو جونو والزمن دار ودار ودار حسبة دولار نقد استرليني برسوم لون في وشه مشيني بعد ما وصلت دار تديني بيتش من هنا قدي وخلني بعد كده جد دورنا حقار وزحي انا قدي مولع نار زيح دي مولع نار. كولو تو دوب دي صدارة، وعشان بعد كده يمشي البار ان هو يقدم تو دوب هو اصلي اخوك حفار. من هنا بدأ تو دوب يحفر. كولو دبلو فوق دي صدارة واصلني اخوك حفار وكمان جوا الجمجمة دماغ. بص ازاي انسجام ما بين انتقال كولو ان هو يسلم الراية لتو دوب، بس سلمها عن طريق ان هو يديله الطابع الرسمي بتاع تو دوب اخوك حفار. فراح دامج كولو البار بتاعه في اخره وقال هو اصلي اخوك حفار، وراح داخل تو دوب. كولو دبلو فوق دي صدارة واصلني اخوك حفار وكمان جوا الجمجمة دماغ عيان شيطان مخلوق من طين في شكل انسان دي سيس بكتب في عبر عبر الزمكان هتعيش في كتاب. اوكي، المعروف عن تو دوب وملكة تو دوب اللي مش هنلاقي زيها، واأكد على كلامي وابلغ كل الناس واتحدى اي حد يقول لي ان كلامك غلط. مفيش حد في السين لحد دلوقتي من ساعة ما انا تابعت السين سواء السوداني او العربي كله بشكل عام عنده اللباقة واللياقة اللغوية في رسم الصور الجمالية بشكل طليق بمستوى خيالي، مش بطريقة طبيعية أبدا. ومستحيل أي إنسان أنا شفته في الشرق الأوسط يعرف يرسم الصور الجمالية والمسلسلات والفيلم اللي بيرسمه لي في دماغي لما أفهم اللي بيقوله تو دوب في باراته. مفيش حد هيبقى فيه زيه في البارات والليركس، قدرته على رسم اللوح الجمالية الموجودة اللي هو بيقولها. اسمع البار. واصلني اخوك حفار وكمان جوا الجمجمة دماغ عيان شيطان مخلوق من طين في شكل انسان دي سيس بكتب في عبر عبر الزمكان جوا الجمجمة دماغ عيان شيطان مخلوق من طين بشكل انسان دسيس. تو دوب بدأ الفيرس عشان يشرح لي كده، يمهد لي الصورة اللي هيرسمها. بيقول لي ان انا انسان مش طبيعي ومش ثابت، مش هتلاقي زيي ومش هتشوف زيي، وتفكيري بره الصندوق خارج الصندوق وممكن يكون مجنون. عشان كده بيقول لك دماغ جمجمة عيان شيطان مخلوق من طين، انه هو بيمثل نفسه ان هو شيطان بس على شكل بني ادم. مش قصده ان هو يكون شيطان اللي هو ابليس، يعني قصده ان هو شيطان في الليركس وفي البارات وفي الكلمات. وده حقيقي لان هو ماكر وخبيث قوي في الكلمات وانتقائه للكلمات ان هم يركبها ويتلصمها بالاسلوب اللي مفيش حد يعرف يعمل زيه. والدليل جاي. بكتب في عبر عبر الزمكان، يعني بيكتب حاجات وعبر ومواعظ بعد الزمن، عشان كده بيسموه الزمكان. يعني معناه ان كلامه ليه تأثير مدى الحياة وبعد الحياة. والكلمات دي هتلاقيها في كتاب مدفون جنب الجثمان. بص بقى الصورة، رسم لي كل الصورة. واحد حط لي كتابه بكل الطلاسم وكل الرموز والعبر اللي حطها في كتاب، وحط لي رسم لي الكتاب ده محطوط جنب جثمان. بص ازاي الصورة اللي بيرسمها التقيلة العميقة قوي اللي لسه مخلصتش، بس كلامي كله مكتوب بمواعظ محطوطة في كتاب، والكتاب ده هتلاقيه مدفون جنب الجثمان. صورة جمالية
بتديني حاجتين: الرهبة وقد ايه العمق اللي انا داخل فيه مع تو دوب، اللي مفيش حد تاني يعرف يرسم لي العمق ده زيه. يعني كأنه بيكتب حاجة ليها قيمة زي الكنز وايام الفراعنة لما بيدفنوا الحاجات الأثرية الثمينة جدا وبتدفن جنبيهم. مخلوق من طين في شكل انسان ديسيز، بكتب في عبر عبر الزمكان، هتعيش في كتاب من بعد اموت حيكون مدفون جنب الجثمان ككنوز فرعون في ضريح رمسيس. I'm a beast you understand. مش طبيعي. ككنوز فرعون في ضريح رمسيس. كمل لي بقى الفيلم، بيرسم لي فيلم في بارين 3 بس. مش سهل اي حد يعرف يوصل للمرحلة العالية دي ان هو يحط البارات الرمزية اللي بترمز للتاريخ والأصل والخلود، خاصة في سنة 2024 في أغنية اسمها آي سبايس، وياخدني في رحلة عبر الزمن والفراعنة، ويمثل لي كلماته الواعظة ويحطها لي في كنز زي الفراعنة وينسبها لنفسه كأنه رمسيس الفرعون. يبقى قابلني لو لقيت الكلام ده عند أي رابر تاني. وفي الآخر قفل بالإنجليزي وقال I am a beast, do you understand؟ حيكون مدفون جنب الجثمان ككنوز فرعون في ضريح رمسيس. I'm a beast you understand. بالعربي دي دبل دسان صعلوق للديش، ما بحنك بيش لبيس، ما برضه بغير المركز الأول عشان الثاني أول الطيش. المركز الأول عشان التاني بيش أي كلام. وبعد كده راح مكمل بقى أول مرة أسمع الأوترو ده، كأنه لوبي كول اوف ديوتي. تحس ان انت قاعد في اللوبي بتاع كول اوف ديوتي. متعودين من تو دوب ان هو دايما يعمل كولابوريشن في كلماته وباراته ويرمز ليها، يا اما بالحاجات القويه قوي يا اما بالانمي والجرافيكس والجيمنج والكارتونز والحاجات اللي احنا كنا بنحبها واحنا صغيرين. قال لك كأن ده اللوبي بتاع كول اوف ديوتي. فيتشر تحلف بس تقول بوكس اوفيس موفي معنو ميو. فيتشر تحلف كأنه بوكس اوفيس موفي. الفيتشر اللي احنا بنعمله ده قوي، كأنك داخل تحضر فيلم في البوكس اوفيس. Music will make all y'all niggas lose it. I've been chosen by this life, I didn't choose it. مش كنت introvert وما قال. فجأة قلب البيت، وفجأة حسام راح قالب الفايب عشان تبقى أكتر جاذبية وأكتر بوزيتيف وفيها طاقة وإنرجي داخل بالجيرزي بيت. صرله أوزي. Now you extra bare وأنا قاعدة تكوزي. وشي واحد واضح مع كتار وشوش يقول لها الليل وشي واضح، ما عندي وشوشي، ما عنديش وشوش كتير، انا وش واحد وشخص واحد، ما عنديش زيكم وشوش كتير. ونيه بتدل على الثقة بالنفس، بتدل قد ايه وصلوا للمكان اللي هم فيها بعد التعب وبعد المجهود الصعب اللي واجهوه. ما قاصر للتونشي، ما تفرج جسمه تجرب قبل تقرب لحانوتي. جاي من الله جامد سادة خلق الدونشي. ما تفرط جسم قبل تجرب حانوتي، يعني قبل ما تقرب وقبل ما تفكر ان انت تتكلم اسأل وشوف اللي قبلك اللي جربوا ودخلوا يتكلموا معايا عشان ما تخشش في مشاكل مع الحانوتي. جاي من الله جامد سادة خلق الدونشي. سامو تفرط صالة دولة وابي يوجلي. اللي جاي من الله جامد قلقه دون شيء، يعني اللي جاي ده واللي انت سامعه ده واللي هيجي قدام جاي بطريقة طبيعية، جاي من عند ربنا وحاجة جامدة لوحدها. بيتفاخر بنفسه، بيتفاخر بباراته. متفرد، انا انسان سولو دولو، ده اليوجولي، يعني انا دايما انسان لوحدي او سولو، دايما ما عنديش ورايا تيم وكرو هو اللي بيعمل لي وهو اللي بيسوي لي. بيدل قد ايه هو انسان قادر وقادر ان هو يعمل الحاجة، مش محتاج لفريق معاه. بس جيت لك كولو شان برك لو دي سنو شير ستي دبلو دو. دي بركة من الله جذب له تم وفد في الجنب معايا اخوان. كولو جيب الاوترو بتاع الاغنيه عشان يتماشى مع الجيرزي بيت، فقلب الفلو وقلب لسانه عشان يمشي مع الفلو ده. دي بركة من الله جذب له تم وفد في الجنب معايا اخوان. من دون مسمى وصمت عم لما انقلبت الهيتر فان. شوف بركة من الله جاء دبل أو تم، إن البركة جات عليهم ومش بس مرة واحدة، لا البركة اتضاعفت مرتين. انت في الجنبة ومعايا إخوان، بتدل قد إيه إن هو فات في المشاكل وفات في المصايب ومعاه إخواته زي أهله بيساعدوه بيساندوه، كله من بركة ربنا. من دون مسمى والصمت عامة وقلبت الهيتر فان. أنا من غير أي اسم ومن غير أي مركز في السين قلبت الهيتر بقى فان، عشان كده الدنيا اتقلبت بقت هدوء وصمت. شفت كم سنة بطل من سنة، شفت كم سنة رجال من سنة. وصلنا البلد دايما انسان وحزين لو ما استلمت للنان. الود مجنون ليل واد فظيع، خواتم لامعة ستايل جرامي. فهم الرصة بنقوش سريع، سيناريو في راسي تصنيف درامي. لا لا ما كده يا انت، شغلة خطرت شديدة الحدة.
سنة سنتين ومسكنا الحتة ضريب حقار مدوش وتمد. يرجعوا يكملوا بقى الكروس بتاع الأغنية، وبيرجع بيعيد كولو الكروس الأغنية إن إحنا جامدين وواثقين من نفسنا جدا، والخواتم اللي بتلمع والكروس اللي قلناه في الأول. الأغنية لازم تسمعها على سماعة أو في السيارة لأنه البيس والجيرزي بيت حلو قوي. وانا مستني اشوف حاجات تانية لكولو، وطبعا مستني الجديد من تو دوب، وانا عارف كويس قوي ان شاء الله هو هينزل امتى وهينزل بايه. واتمنى الفيديو يكون عجبكم. مش مهم تعملوا سبسكرايب ولايك ولا شير، سيبك من الكلام ده. عجبك الفيديو ودي اهم حاجة عندي. ما تنسوش تحطوا لي في الكومنت وتفهموني الليركس اكتر، وتكتبوا لي اي اغنية عايزينها نعمل عليها تحليل المرة الجاية. اشوفكم على خير.